لكل اللي قال لي ان الملوخيه لما فرستها بورقها طلعت معاها مجلده، طلعت معاها سودا. تعالي بقى بصي، انا عامله اخر كيسين يعني من اللي انا كنت مفرزاهم معاكم، وما شاء الله كنت بطبخ وطلعت الكيسين. قلت يعني في العيد كده نتغدى بيهم مع الفته. بصي بقى يا ست الكل، انا اهو مجمده ومطلعاها وهي مجمده، وبكسرها وبحطها في في الخلاط، في الكبه زي ما انت عايزه. تمام زي الفل، او في المطحنه بتاعت الخلاط وهي مجمده. اول ما تطلعيها ما تستنيش عليها، انا بقول لك كل التكات اهو، ما تستنيش عليها، والشوربه تكون على البوتاجاز بتغلي زي الفل، لان ما بتاخدش دقيقه وانت بتفرميها. تقومي بقى فرماها الفرمه اللي انت عايزاها، ناعمه خشنه زي ما انت عايزه، انا بحبها ناعمه اهو زي ما انت شايفه كده. انا بنزلها وبرده متلجه ومجمده اهو، ما خدتش دقيقه، اقل من دقيقه والله، كمان ثواني يعني. والشوربه بتاعتي على النار بتغلي زي ما انت شايفه. نزلتها على طول زي ما انت شايفه اهو بالظبط. ما شاء الله جميله. وعملت الطشه بتاعتها، طبعا كلكم عارفين الطشه بتتعمل ازاي، وانا عايزه اقول لكم اني فظيعه. حد بقى يفهمني ازاي الملوخيه بتقولي ان هي طالعه سودا معاكي، ان هي طالعه مجلده معاكي؟ حد يفهمني بقى، دي ملوخيه متفرزه بورقها والله العظيم، انا ولا خرطتها ولا اي حاجه، زي ما انتوا شفتوا. انا يا دوبك ارطفتها، غسلتها، نشفتها كويس، صفيتها نشفتها كويس، وبعد كده حطيتها في اكياس وطلعت الهواء منها كويس جدا جدا، وبعد كده حطيتها في الفريزر. وقت ما تطلعيها تستخدميها على طول. تمام زي الفل يا بنات، عايزه اقول لكم زي الفل. حد يفهمني بقى دي ملوخيه متفرزه بورقها ازاي؟ عايزه اقول لك احلى طريقه انا فرزت بيها ملوخيه والله العظيم ثلاثه، ولا مخرطه ولا اي حاجه. بيعي المخرطه بقى، بيعي المخرطه وعلى مسؤوليتي والله العظيم تحفه. وعايزه اقول لك طعمها جميل مع السله بصراحه.